ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد على قد الايد كالمعتاد من مطبخ بسمة وليد. تعالوا نعمل شوية قراقيش فلاحي على طريقة امهاتنا، سهلة وبسيطة. هندفي البيت في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده، محتاج حاجة نقرمش فيها كده، وخاصة للناس المغتربين اللي زي حالتنا. لما بيعملوا حاجة من بتاعة المصريين دي او حاجة من بتاعة امهاتنا تحسسنا ان احنا عايشين في مصر، دي بتفرق معانا جدا. يلا نصلي على الرسول ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. وتعالوا نشوف هنعمل القراقيش الجميلة دي ازاي ومكوناتنا ايه. معانا هنا كيلو من الطحين، اي نوع انت عايزاه، مش شرط معاكي نوع معين. لو هتشتري الاكياس دي المهم يكون متعدد الاستخدامات. معانا كيلو، مش متوفرة اي نوع فينو فرد او اي نوع متواجد عندك في البيت. المهم معانا كيلو من العجوة المهروسة، مش موجودة العجوة العادية تطلعي النقع منها وتهرسيها بمعلقة زبدة. ومعانا كوبايتين من السمنة، ممكن تستغني عن كوباية وتخليها كوباية زيت وكوباية سمنة، او لو متوفرة يبقوا كوبايتين. 4 معالق من السمسم واخدين لون ذهبي جميل كده متحمصين. معلقتين من النشا كبار. معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. معانا ايه كمان؟ معانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة سوري من البيكنج باودر، وذرة فانيليا. هنيجي هنا هننخل الدقيق بتاعنا، هننخله كويس، وبعدين ننزل عليه بالمكونات الجافة بتاعتنا اللي هو السمسم والنشا والسكر والخميرة والبيكنج باودر. تمام لحد كده مع بعض. هننزل بالخميرة وهننزل بالسكر وهننزل بالسمسم، وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلبهم تقلبتين في بعض عشان البيكنج باودر يختلط مع الدقيق ومع الخميرة. وبعدين هننزل بكوبايتين السمنة الدافية، مش عايزاها مقدوحة، انا عايزاها دافية، تكون يا دوبك سيحتيها كده ودافية معاكي. المهم هنا هنبس العجينة، هنبسها بحيث ندخل السمنة في كل الدقيق اللي معانا، ما يبقاش حتة فيها سمنة وحتة ما فيهاش. تمام لحد كده هنبسها كويس. انا مش بعجن، انا مش عايزاكي تعجني، انا عايزاكي تبسي. هنبسها كويس. وبعدين معانا كوبايتين من الحليب دافيين. الكيلو الدقيق هياخد معاكي كوبايتين، وحسب نوع الدقيق اللي معاكي، حسب نوع الدقيق اللي معاكي. في دقيق ممكن ما ياخدش الكوبايتين الحليب، وفي دقيق ممكن ياخد منك ازيد من الكوبايتين، فحسب نوع الدقيق اللي معاكي. فدايما عودي نفسك ما تحطيش كمية الحليب كلها مرة واحدة، انزلي واحدة واحدة لحد ما تشوفي العجينة قدامك محتاجة كتير ولا مش محتاجة، محتاجة الكمية اللي معاكي ولا لا. فانتي دايما خدي بالك من النقطة دي، تنزلي بالحليب واحدة واحدة بحيث لحد ما توصلي لعجينة متماسكة لينة ما بتلزقش في ايدك. وعلى فكرة انا هنا مش بعجن، انا هنا يدوبك بلم العجينة على قد ما تاخد بقى معايا حليب، وعلى حسب نوع الدقيق اللي معاكي. انا لحد هنا الكيلو الفينو اللي معايا ده خد مني كوبايتين الحليب كلهم. فانت دايما خليكي في الاضمن ان انت ما تنزليش بكميه السوائل اللي معاكي كلها مره واحده، عشان ولا العجينه تلين منك مره واحده ولا تمسك قوي منك مره واحدة. فخليكي دايما في الحل الوسط، ان انت تنزلي واحده واحده، لان انت ما تعرفيش نوع الدقيق اللي معاكي هياخد ياما ولا هياخد شويه ولا ايه بالظبط. المهم انا هنا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، اللي هو لينه، عجينه لينه ما بتلزقش في ايديك. هنا ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تعالوا بقى هنبدأ نشوف هنتعامل معاها ازاي، هنقطعها ونشكلها ونحشيها ازاي. اولا الحشوة على حسب الرغبة زي ما انت عايزة، عايزة تحشي عجوة احشي، عايزة تحشي ملبن احشي، عايزة تعمليها كلها سادة اعمليها براحتك، دي على حسب رغبتك. وبرضو التشكيل على حسب الرغبة. انت ممكن في اشكال، ممكن اللي هي القطاعات، الاشكال بتاعه الرسومات دي لو عايزة تعملي بيها براحتك. برضو انا هنا هستخدم معايا القطاعة وهقطعها صوابع زي امي الله يديها الصحة والعافية يا رب. قطعيها زي ما تقطعيها بقى، ما عندك سكينة ماشي، بالقطاعة ماشي، في قطاعة كده مشرشرة بتاعت القراقيش دي متوفرة عندك اوكي. المهم شايفة السمك اللي معايا ده؟ السمك ده حلو قوي للقرقوشة السادة، بحيث ان القرقوشة ولا تبقى رقيقة منك قوي ولا تخينة قوي.
لان ما تنسيش ان فيها خميره وبيكنج باودر ولسه هترتفع منك. المهم انا هنا هوريكم برضو طريقه العجوه، انا هحشيها ازاي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنحط حته العجوه، طبعا العجوه دي مهروسه بمعلقه زبده كبيره او معلقه سمنه، بتعجنيها بس كده عشان تبقى لينه معاكي في الفرد وتبقى مديها طعم حلو معاكي. بتعمليها زي الاسطوانه كده وبتفرديها، وبعدين بتعمليها زي المثلث كده، زي المستطيل كده بالظبط، وتتكي عليها. المحشية رقيها شوية بس مش قوي برضو، بس رقيها عن السادة. ليه؟ لان هيبقى فيها عجوة، عشان ما تطلعش منك تخينة ولا يطلع حجمها معاكي متضاعف قوي. فطبعا عينك توريكي، والسمك اللي انت محتاجة توصلي له اعمليه زي ما تحبي. انا حبيت اوريكم هنا انا عملتها ازاي. انا رقيتها شوية عن السادة طبعا عشان يبقى فيها قلب وتبقى حلوة كده جميلة، قرقوشة حلوة كده. بصي هنا، اللهم انا بقطع بسمبوسة كده بزاوية عشان تديني شكل حلو. شايفة هنا اللهم بارك، العجوة واخدة سمك كويس، والعجينة ولا تخينة من فوق ولا تخينة من تحت، رقيقة جدا وحلوة قوي. هتطلع معاكي قرقوشة مقرمشة كده وجميلة بالحشوة اللي جواها دي، هتطلع حلوة قوي زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنا ده السمك المظبوط جدا، حلوة قوي وسهلة وبسيطة. وعملت حاجة في بيتك، وريحة المخبوزات يا جماعة في البيت بتدي بصي طعم تاني وشكل تاني واحساس تاني بجد والله. وخاصة في الشتاء، اكلات الشتاء دي بتبقى حلوة قوي. هنا كنت عملت صاج محشي وصاج سادة وحبيت اوريكم. وطبعا التسوية في النار تكون نار هادية جدا على درجة حرارة 180. الصاج هياخد منك تلت ساعة بالظبط. سوي براحتك التسوية اللي انت عايزاه بحيث ياخد اللون الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده، وتطلع مستوية ومفرغة من جوه وحلوة قوي. خدي بالك من التسوية عشان ده عامل اساسي، القرقوشة هتطلع مقرمشة وجميلة معاكي حلوة، ولونها حلو، واخده لون من تحت كويس ومن فوق كويس، وشفتي هشه من جوه ازاي ومفرغه وجميله ما شاء الله. اللهم بارك، الكيلو عمل معايا كميه حلوه جدا، وشايفه ما شاء الله مفرغه معاكي ازاي وحلوه وجميله، ومن جوه حلوه قوي مستويه سوا كويس، واخده لون حلو جدا من فوق ومن تحت. اهم حاجه خدي بالك التسويه، ما تستعجليش على السوا بتاعها، ما تعليش النار قوي، خلي نارك وسط. وما شاء الله اللهم بارك، بكيلو دقيق ملينا البيت خير. اللهم ديمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال ويبارك لنا فيها، ودايما يكون بيتنا مليان بالخير كده يا رب، ونعمل فيه الخير كله. اشوفكم دايما في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي على قد الايد وسهلة وبسيطة. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله من مطبخي. مع السلامة.